السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم دكتور احمد الريس، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه والرياضيه. وفي فيديو النهارده انا هقول لك ازاي تستفيد من الكرياتين اقصى استفاده وتبني اكبر كتله عضليه. يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك. في البدايه انا عايزك تعرفني نوع المكمل اللي عندك، فممكن تكتب لي في الكومنتات نوع المكمل الكرياتين اللي عندك، او لو انت بتفكر في نوع مكمل معين ممكن تكتبه لي في الكومنتات على الفيديو وانا هرد عليك، لان طبعا في انواع كتير جدا من الكرياتين وفي شركات كتير جدا. ففي شركات بتبقى افضل من شركات، او شركات زي ما بنقول كده تحت بير السلم مش احسن حاجه، مش هتديك جوده. فطبعا هرد عليك واقول لك ان دي مش احسن حاجه، او ممكن تتواصل معايا عن طريق الواتساب. هتلاقيني حاطه في اللينك اللي تحت دوت، هتلاقيه في وصف الفيديو تحت. الواتساب هيدخلك على الواتساب الشخصي بتاعي على طول، تبعت لي ونتواصل ونشوف النوع اللي معاك ايه هو، كويس مش كويس. هتلاقيني بنرد يعني معاك وموجودين على طول في خدمتك. ندخل في الموضوع بتاع النهارده وهو الكرياتين. ازاي ابني كتله عضليه كبيره جدا من الكرياتين، او انت عملتها ازاي يا دكتور، او الناس اللي بتتابع معاك ازاي بتستفاد الاستفاده الكبيره دي من الكرياتين؟ هما 3 حاجات. اول حاجه لازم تعرف ازاي استخدم الكرياتين، والكلام اللي هقوله لك ده مش هتسمعه في مكان تاني، كلام مهم جدا اسمعه وركز معاه. أول حاجة الكرياتين لازم تقسم جرعته على مرتين في اليوم، والمرتين دولت يكونوا في انابوليك ويندو، أو في منطقة أو في وقت جسمك عايز حاجة، عايز ياخد أي أكل، عايز ياخد أي حاجة هيدخلها ويوديها للدم على طول، وبالتالي تروح للعضلات. إمتى الوقت دوت؟ بعد التمرين. بعد التمرين الجسم بيبقى عايز أي حاجة هيدخلها على طول للعضلات، أو هيوصلها على طول في الدورة الدموية. فتقدر إن أنت تاخد الكرياتين بعد التمرين، وتقدر انت تاخد الكرياتين الصبح اول ما تصحى. اول ما تصحى برضه بيبقى الجسم عايز يبدا ياكل اي حاجه، يبدا ياخد اي حاجه، لان كلنا متعودين ان احنا اول ما بنصحى بناكل، فالجسم بيتعود على حاجه زي كده، فبيبقى امتصاصه للماده احسن كتير جدا. فممكن نقسم جرعه الكرياتين لنصين، يعني نجيب السكوب بتاع الكرياتين اللي هو الصغير ده، تاخد نصه الصبح على الفطار ونصه بعد التمرين. طب بعد الفطار ولا قبل الفطار يا دكتور؟ عادي مش فارقه، ممكن تاخده قبل الفطار، ممكن تاخده بعد الفطار، مش مشكله. الفكره ان هو يبقى في الفتره دي. طيب عرفنا هناخد الكرياتين امتى. ايه تاني حاجه مهمه اللي احنا نعرفها عشان نزود استفادتنا بالكرياتين؟ وهي ان انت لازم كويس جدا تستفاد من الطاقه بتاعه الكرياتين في التمرين بتاعك عشان تبني كتله عضليه. يعني الكرياتين هيعمل وظيفته معاك ان هو يزود لك الاي تي بي او طاقتك في التمرين، فما اروحش انا اتمرن تمارين ضعيفه او مش مؤثره على العضلات اللي انا عايز اتارجتها او اكبرها. ما اروحش اضيع الطاقه اللي الكرياتين ادهاني. الكرياتين كويس جدا في ان هو هيديك اي تي بي. هتلاقيك بدل ما كنت هتعمل 10 عدات، لا بتجيب 12 عده، او بدل ما كنت هتشيل 10 كيلو هتشيل 12 ونص. فدي حاجه كويسه جدا، فلازم استغلها صح بان انا ازود البناء العضلي. لازم تمرينك يبقى فيه تمارين فعاله واحسن تمارين. ولو انت مش عارف تمرينك فيه تمارين فعاله ولا لا، كنا عملنا سلسله كده بتتكلم على التمارين وافضلها واسواقها ومين الاحسن ومين اللي مش احسن. هتلاقي طالعه في الاي اللي بتظهر هنا او هنا، وهتلاقي برضو في القناه لو انت دخلت هتلاقي الليسته كده موجود فيها كل الفيديوهات ديت. انصحك انت تشوفها وتشوف تمرينك انت بتختار التمرين الصح ولا لا. المهم ان النقطه دي مهمه جدا، ان انت بعد استخدامك للكرياتين تروح تتمرن التمارين الفعاله للعضله. على سبيل المثال تمرين زي الصدر، تمرين الشيست. ما ابداش بتمرين مثلا البار الحر، او ابدا بتمرين مثلا اللي هو الدمبل اللي بنعمله كده، ملوش اي استفاده اطلاقا، مش هيعمل لك الكتله العضليه اللي احنا محتاجينها في الصدر. لا، اروح العب مثلا الشيست فلاي، او اللي هو الفراشه، ده بيتارجت الصدر كويس جدا، فهستفاد من الكرياتين في الاي تي بي او في الطاقه اللي هيزودها لي، ان هو هيخليني اشيل وزن اتقل او اجيب عدات اكبر. وفي نفس الوقت هتارجت المصل، او هجيب تمرين هيركز على العضله ديت، فبالتالي هيزيد فيها البناء العضلي وهتاخد اقصى استفاده. تالت حاجه معانا مع الكرياتين عشان تستفاد منه استفاده 100%، وهو النظام الغذائي. لازم يبقى نظامك الغذائي اعلى من السعرات اللي جسمك بيحرقها في اليوم عشان تبني اصلا كتله عضليه. لو ما تعرفش ازاي تحسب سعراتك الحراريه، هسيب لك بوت او لينك كده هتلاقيه في وصف الفيديو، هتدخل عليه شويه معلومات، وزنك وطولك ومعدل نشاطك، هيحسب لك بالظبط انت محتاج سعرات حراريه قد ايه. الرقم اللي هيطلع لك ده لازم تزود عليه 500 سعر حراري على الاقل عشان تبني كتله عضليه. تاني حاجه مهمه ان انت لازم يبقى عدد الجرامات بتاعه البروتين عاليه في اكلك. يعني لازم اكل فراخ، لازم اكل لحمه، وبكميات تبقى مثلا لو انت وزنك
خلينا نقول وزنك 100 كيلو فلازم تضربه في 2، يعني تاكل 200 جرام فراخ، 200 جرام لحمه. طبعا يعني حسبه تقريبيه، لان طبعا مش هيبقى 100 كيلو كله عضلات، فانت مش محتاج 200 جرام من البروتين، لا احنا بنحسبها على كتله العضلات اللي موجوده في جسمك. هي حساب معقد شويه برضه، احنا كنا عملنا فيديو على فكره عن الموضوع ده، هسيبه لك برضه هيظهر هنا، روح شوف واعرف ازاي تحسب احتياجك من البروتين بالظبط. المهم ان انت تبقى فاهم الكونسبت او تبقى فاهم المبدأ العام ان لازم سعراتك الحراريه تبقى اعلى من احتياجك، ولازم تاخد كميه بروتين كبيره جدا. واخيرا لو استفدت من الفيديو ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه، وتدعمني كده بقى بلايك جميل زيك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. ودمتم سالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.